يا مساء البسبوسة ومساء الحلويات، عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. فيديو جديد ويوم جديد. فيديو النهارده هنعمل احلى صينية بسبوسة. هقولك في الفيديو ده على كل التركات اللي تخلي صينية البسبوسة تطلع معاكي الخرطة بخرطتها، وهتطلع معاكي من لونها موحد، لون ذهبي زي ما انتوا شايفين معايا كده. وكمان هتبقى مرملة معاكي زي البسبوسة اللي احنا بنشتريها من محلات، بل احسن كمان. بسبوسة بالسمنة البلدي. شايفين يا بنات لونها؟ شايفين الخرطة متماسكة وجميلة جدا. جيب طبق بقى كده واوريها لكم حشوكة بقى، وشوفوا الترميلة بتاعت البسبوسة. شايفين الجمال؟ لايك حلو بقى كده لاختكم حبيبتكم وسبسكرايب للقناة لو اول مرة تشوفوني، وفعلوا الجرس على كلمة الكل علشان يوصلكم مني كل اشعار فيديو انا بنزله. يلا نسمي الله ونصلي على الحبيب وندخل نشوف تفاصيل الفيديو. اول حاجة ومبدئيا انا معايا نص كيلو من دقيق السميد، والسميد بتاعي انا جايباه سايب من عند العطار. تمام تمام. هضيف له ايه تاني؟ نص ايه، 3 معالق كبار من جوز الهند. جوز الهند اللي هي المبشوره الناعمه. رشه فانيليا وبتديها ريحه حلوه جدا جدا. رشه ملح اللي هي ذره ملح بسيطه قوي عشان تعادل معايا السكر. خلاص، هقلب كل الكلام الحلو ده كله مع بعض وهنركن الطبق. وتعالوا بقى نشوف الاضافه اللي بعد كده. معايا كوبايه الا ربع من السمنه. تمام، كوبايه الا ربع من السمنه السايحه. بسي بقى بالمعلقه، بسيها بايدك زي ما انت ما عايزه. مرحله البس دي خدي راحتك فيها خالص. كده كده احنا لسه ما حطيناش اي سوائل. هشيل بقى المعلقه كده وهبس بايدي علشان عايزه كل دقيق السميد يتغلف كده بالسمنه. بس زي ما انتوا شايفين من غير جلافز يا جماعه، احنا ايدينا نظيفه واحنا اللي هناكل. هقلبها بقى كده كويس جدا. خلاص كده اتبس معايا وزي الفل. هضيف ايه تاني؟ هركنها بقى كده على جنب. وتعالوا بقى كده على النار، معايا طاسة كده سخنة وناشفة وحلوة على نار متوسطة. هضيف كوباية من السكر والحبيبات. مش هقلب ولا احط معلقة فيه خالص الا لما يفك من الجوانب زي ما انتوا شايفين. هبدأ بقى كده احط المعلقة. تمام، طبعا زي ما قلت لكم على نار متوسطة. اول بقى كده ما بيكرمل معايا بتبقى ايدي فيه بالمعلقة او بالسباتيولا. هقلب بقى كده كويس على نار برضو متوسطة. هضيف له ايه تاني؟ بس خلي بالك علشان بيتلسع وبيتحرق منك بسرعة، ولو اتحرق هيمرر معاكي وهيغمق معاكي البسبوسة. خلاص كده اخد درجة الكرملة كويس جدا. هضيف ربع كوباية من المية. بس كده هضيف بقى ربع كوباية من المية. وما تقلقيش خالص، اول ما بتحطي المية بتتكتل وبترجع تفك تاني زي الفل قوي كده. ربع كوباية بقى من المية، مية عادية خالص من الحنفية. ربع كوباية من المية. بص اول ما حطيت المية بتتكتل كده وبتعمل كتلة، ما تقلقيش خالص. هضيف بقى كوباية الا ربع من الحليب وناقصه معلقة شوية، يعني كوباية الا ربع وناقصه معلقة. يبقى كل ايه، ربع كوباية مية وكوباية الا ربع من الحليب. شيلي منها معلقة كبيرة. تمام، شايفين؟ بصوا تكتلت ازاي معايا. سيبيها خالص. كل ده اول ما يغلي كده على النار هيفك. بعد ما خلاص بقى السكر اتكرمل معايا وبرد، نزلت بيه على دقيق السميد. بالسباتيولا بقى كده قلبي بايديكي زي الفل زي ما انت ما عايزه قلبي. انا بقى استعملت ايدي برضو بصوابع ايديكي كده، واعجني. ما تعجنيش البسبوسه كتير علشان ما تنشفش منك في الفرن وتحس ان هي معضمه كده. خلاص بايديكي كده بسيط كده ولميها على طول. معايا بقى صينيه كده حلوه دهناها من السمنه. عايزه تدهنيها سمنه ومعلقه طحينه تمام زي الفل. انا استكفيت بالسمنه بس، حطيت في قاع الصينيه حته معلقه سمنه حلوه. هبدا بقى ادهن القاع كده وادهن الجوانب بتاعه الصينيه، وانزل بقى بدقيق السميد. في المرحله دي كده انا قايده الفرن بتاعي. الفرن بيسخن طبعا، بس هبدا بقى كده اسويها بايدي وحبه بالمعلقه. تمام زي الفل قوي. بس انا بحب استعمل ايدي كده، بحس ان انا بظبط الدنيا يعني. بس بايديكي بقى وساوي كده.
بعد ما سويتها كده بايدي وما شاء الله اللهم بارك زي الفل، اخبطي الصينيه على الرخامه خبطتين كده. هدخلها بقى الفرن في الرف الاوسط، فرنك تحت وفوق، ايدي تحت وفوق. فرنك تحت بس هتاخد لون من تحت، وبعد كده ايدي شوايه على الوش. انا قدت فرني تحت وفوق. تعالوا بقى نعمل السيرب او الشربات. كوبايتين، كوبايه ونص من السكر على كوبايتين من الميه. كوبايه ونص سكر على كوبايتين ميه، وعصره نص ليمونه. اول ما تغلي 5 دقايق، بعد كده بطفي النار وبحط الفانيليا. طبعا السكر بتاع البسبوسه او السيرب بتاع البسبوسه بيبقى خفيف. السكر بيبقى سخن والبسبوسه سخنه، يعني البسبوسه طالعه من الفرن والسكر برضو لسه طافي عليه النار. زي ما انتم شايفين، بصوا ده سبب ان البسبوسه بتاعتك ناجحه وزي الفل. بصوا يا بنات، انا سقيتها بالسيرب وبعد كده غطيتها شويه. بعد ما غطيتها حوالي ربع ساعه، بعد كده انا خرطتها علشان اوريها لكم. اللهم بارك، شربت السيرب كله ما شاء الله. بصوا هتطلع معاكي قمر قمر قمر. شايفين الجمال؟ حطي لايك حلو بالله عليكي، وحياة الايام المفترجة حطوا لايك وشيروا الفيديو علشان يوصل لاكبر عدد من المشاهدين. شايفين الجمال يا بنات؟ حاجة كده، حاجة بجد في قلبي في قلبي. الحلويات دي اللي مودياني في داهية. اللهم بارك، حاجة كده سكر خالص. يلا بقى ما تنسوش تحطوا لي لايك حلو، سبسكرايب، و... وت... وت... عفوا، وتفعلوا الجرس على كلمة الكل عشان يوصلكم مني كل إشعارات فيديوهات أنا بنزلها. يا رب يكونوا بيطلعوا من فيديوهاتي مستفيدين. بحبكم في الله، أحلى أخوات في الدنيا كلها. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في حفظ الرحمن، والسلام عليكم.